التهابات معوية جميعها سجلت بدوار إغلان. روبورتاج المولودي زين الدين والتحرير لسناء رحيمي. خطوط الصدمة لا تخطئها العين. هي أم فقدت ابنتها في سن 22 سنة. قضت خديجة بعد إصابتها بمرض أعراضه معلومة وأسبابه مجهولة حتى الآن هنا في قرية إغلان بفمزقيد. كانت ابنتي مريضة تعاني من ألم على مستوى البطن. أصيبت بانتفاخ يظهر حينا ويختفي حينا آخر. كنا بصدد نقلها إلى المستشفى لكن الأجل كانت له الكلمة مساء الأحد. حتى الآن لا نعرف أسباب هذا المرض أو مصدره. في ظرف وجيز استقبل المستشفى الإقليمي بطاطا أزيد من 80 حالة بأعراض مشابهة، وهي كالتالي: ارتفاع في درجة الحرارة وغثيان ثم آلام حادة على مستوى البطن. وشحال هذه باش قبل ما تجي اللجنه الطبيه؟ شحال من ايمتى بداك هذا المرض؟ السيمانه قبل ولا 4 ايام ولا بحال بداك؟ 15 يوم. 2 سيمانات باش بداك هذا المرض. وعلاش ما جيتيش دوزتي في السبيطار بعيد؟ ولا كنت تقيه، كنت تشدني السخانه، كنت راعد. التتبع ديالهم من طرف الممرض الرئيسي اللي كاين في عين المكان. وبالنسبه للمستشفى المحلي بالنسبه ل 18 الحاله اللي هي ناعسه حاليا غادي في تحسن مستمر، حيث ان في اليوم تقريبا عندنا 3 اللي في حاله صحيه جيده. الأمر يتعلق إذن بحالة وبائية استدعت إجراء تحاليل مخبرية على مستوى العاصمة الرباط من أجل تحديد أسباب المرض ومصدر العدوى. التحليلات اللي جرينا على ذوك العينات اللي عملناها في المعهد الوطني للصحة بينت بأن هذا المشكل عنده علاقة بواحد الميكروب اللي هو معروف، اللي هو السالمونيلا تيفي، يعني هذا المرض معروف ديال السلمى، تنقول السلمى، اللي تيتعالج ما تيشكل حتى شي خطورة. فردية مياه ملوثة قد يكون مصدرها البئر التي تزود ساكنة إغلان بالمياه. هي فردية واردة. عينة من الماء نقلت إلى المعهد الوطني للصحة بالرباط لإجراء اختبار، نتائجه لم تعلن حتى الآن.